تخيل كده تصحى من النوم تمسك الموبايل تلاقي خبر بيقولك قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة العالم كله قرر يستغنى عن قناة السويس. هتعمل ايه؟ هتفكر ازاي حياتك هتتغير؟ وازاي الدنيا كلها هتتأثر؟ هل ممكن فعلا قناة السويس اللي احنا عارفينها من زمان تفقد أهميتها؟ ركز معنا في الفيديو وصدقني هتنبهر. بس الأول ما تنساش تعمل لايك، تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان الحلقات الجاية هتكون أقوى. تمين تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنة هذول. قسما بالله اللي حيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. أرضي وأنا حر، ولا تلومن إلا أنفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار. قناة السويس قصة كفاح وتاريخ طويل. لو بصينا للأرقام فقناة السويس بتدخل لمصر حوالي 9.5 مليار دولار سنوياً، وعدد السفن اللي بتمر منها بيوصل ل 23 ألف سفينة كل سنة، يعني تقريباً 12% من حجم التجارة العالمية بيمر منها. وكمان القناة بتعدي حوالي 30% من حاويات الشحن في العالم، وده بيبين قد إيه هي مهمة جداً للاقتصاد العالمي. ولو رجعنا كمان لأيام حرب أكتوبر سنة 1973 هنلاقي إن قناة السويس كانت شاهدة على بطولات الجيش المصري اللي عبر القناة في 6 ساعات بس، ورفع العلم المصري على سيناء. أعلن لشعبنا ولأمتنا العربية كلها أن قرون التخلف والهزيمة قد انتهت بعد أن حققت القوات المسلحة في مصر وسوريا تؤيدها قوات الشعوب العربية أول نصر حقيقي للعرب منذ عدة قرون. كمان القناة كانت بتمثل دايما خط دفاع استراتيجي لمصر، وساعدت في تعزيز مكانة مصر سياسيا واقتصاديا على مستوى العالم. قناة السويس مش مجرد مجرى مائي، دي قصة كفاح مليون مصري اشتغلوا فيها حوالي 10 سنين، من سنة 1859 لحد ما خلصت في 1869. اتوفى في الحفر حوالي 120 ألف مصري بسبب الأمراض وظروف الشغل القاسية. بس رغم كل ده المصريين قدروا يحفروا القناة دي بإصرار وعزيمة تخلي العالم كله يشوفها وينبهر. أول افتتاح للقناة كان في احتفال عالمي كبير حضروا رؤساء وملوك من كل الدنيا، وخلت السفر بين أوروبا وآسيا أسرع بكتير. يعني السفينة بدل ما تاخد أسابيع طويلة تلف حوالين أفريقيا بقت تعدي في ساعات قليلة وتوفر حوالي 7000 كيلومتر. قناة السويس بقت من وقتها واحدة من أهم الأماكن في العالم كله. ومن أهم الأحداث اللي مرت على قناة السويس كانت سنة 1956 لما الرئيس جمال عبد الناصر أمم القناة وخلاها تحت السيطرة المصرية. الموضوع ده ما عجبش إسرائيل وفرنسا وبريطانيا، فقرروا يهاجموا على مصر وياخدوا القناة. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. بس المصريين كانوا مستعدين ودافعوا عن أرضهم بقوة وشجاعة، خلت العالم كله يقف جنبهم ويضغط على المعتدين إنهم ينسحبوا. وبعد كده في 2015 عملت مصر قناة السويس الجديدة، واللي خلت السفن تعدي أسرع بكتير من الأول، حوالي 12 ساعة بدل 18 ساعة، وزودت عدد السفن اللي تقدر تعدي يومياً ل 97 سفينة بدل 49 سفينة بس. المنطقة الاقتصادية بتاعت قناة السويس بقت دلوقتي فيها أكتر من 250 مشروع، ومستهدف استثمارات بحوالي 30 مليار دولار. ومن ساعتها وقناة السويس مش مجرد مجرى مائي، دي بقت حاجة تانية خالص، بقت مركز اقتصادي عالمي واستراتيجي. المشروع البديل هيقدر فعلا يهدد قناة السويس؟ المشروع البديل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، مشروع كبير أعلنت عنه أمريكا وإسرائيل والهند في 2025. فكرته الأساسية إنه يكون في ربط بري وبحري بين الهند ودول الخليج زي الإمارات والسعودية والأردن، مرورا بإسرائيل ووصولا لأوروبا. لو اتكلمنا بالأرقام فتكلفة المشروع الجديد ممكن تعدي 20 مليار دولار، ده غير تكاليف الصيانة والأمن اللي هتبقى بشكل مستمر. الدراسات بتقول إن أي ممر بري بديل هيزود وقت النقل من 2 ل4 أيام زيادة، وكمان تكلفة النقل في المشروع ده هيكون أغلى بنسبة من 15 ل 25% عن قناة السويس. كمان الدراسات بتقول إن أي ممر بري جديد هيحتاج عمليات تفريغ وشحن كتير،
يعني البضاعة هتتأخر وهتكون معرضة أكتر للتلف أو الضياع. بالإضافة لكده الممر هيكون محتاج تأمين عالي جدا وتكاليف مستمرة للصيانة، وده هيخلي الشركات العالمية مترددة كتير قبل ما تفكر تستخدمه بدل قناة السويس. إسرائيل حاولت قبل كده تلاقي بديل، مرة قالوا نعمل قناة في صحراء النقب، ومرة تانية قالوا نعمل خط سكة حديد من إيلات لأشدود، بس كل المشاريع دي فشلت علشان التكلفة العالية والصعوبات الكتير. لكن مشروع الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، المشروع ده بيربط الهند والإمارات والسعودية والأردن وإسرائيل وأوروبا. بعد حرب غزة في 7 أكتوبر 2023 المشروع ده بقى عليه علامات استفهام كتير، والدول العربية اللي كانت موافقة عليه بدأت تتراجع بسبب الظروف الأمنية والسياسية. الخبراء بيقولوا إن المشروع ده هيواجه مشاكل كبيرة جدا، زي تكلفة البنية التحتية اللي ممكن توصل ل 20 مليار دولار، ومشاكل الأمن والاستقرار. وعلشان كده أغلب الشركات هتفضل تستخدم قناة السويس لأسباب اقتصادية واضحة. خطط إسرائيل لصنع بديل لقناة السويس. من ساعة ما مصر سيطرت على قناة السويس وإسرائيل بتحاول بكل الطرق تلاقي بديل. حاولوا يعملوا قناة بديلة في صحراء النقب في الستينات، بس التضاريس كانت صعبة جدا والتكاليف كانت ضخمة. وفي 2003 طرحوا فكرة خط سكة حديد من إيلات لأشدود علشان تبقى بديل بري لقناة السويس، بس المشروع فشل بسبب إنه هيكون أغلى وأبطأ من قناة السويس. المشروع ده هيكون أبطأ لأنه السفن هتضطر توصل لميناء إيلات في البحر الأحمر وتفرغ حمولتها على القطارات، والقطارات تنقل الحاويات لحد ميناء أشدود في البحر المتوسط، وترجع تتشحن تاني على سفن تانية علشان تروح أوروبا. ده معناه وقت أطول وتكاليف أعلى وخطر أكبر على البضائع. وعلشان مصر تواجه الأفكار دي بشكل قوي عملت قناة السويس الجديدة سنة 2015، واللي قللت وقت عبور السفن من 18 ساعة ل 12 ساعة بس، وزودت قدرة القناة الاستيعابية بشكل كبير. وده خلى الشركات العالمية تتأكد إن قناة السويس هي الحل الأسرع والأوفر، وبالتالي فشل أي مشروع إسرائيلي كان ممكن يفكر ينافس القناة المصرية. إيه السيناريوهات لو القناة فقدت أهميتها؟ لو حصل وقلت حركة السفن في القناة بنسبة 20% بس، مصر هتخسر حوالي 2 مليار دولار سنوياً. ده غير إنه حوالي 1,000,000 وظيفة مرتبطة بالقناة هتتأثر بشكل كبير، ومعدل البطالة ممكن يزيد بشكل كبير، والتضخم ممكن يزيد بنسبة من 5% ل 10% خلال وقت قصير جداً، وده ممكن يسبب أزمة اقتصادية كبيرة لمصر. كمان لو القناة قلت أهميتها، دول كتير ممكن تفكر تعمل مشاريع بديلة وتنافس على حصة قناة السويس من التجارة العالمية، وده معناه إن مصر لازم تتحرك بسرعة وتحط خطط احتياطية علشان تحمي اقتصادها ومستقبلها، وتمنع أي ضرر كبير يحصل في حالة تراجع حركة الملاحة فيها. لو المشروع البديل اشتغل بجد وقدر ياخد نسبة كبيرة من السفن اللي بتعدي من القناة، مصر ممكن تخسر مليارات الدولارات كل سنة، وده هيأثر بشكل مباشر على حياة أكتر من 1,000,000 مصري شغالين في القناة والمنطقة اللي حواليها. مش بس كده، ده ممكن كمان يأثر على سعر الجنيه ويخلي الأسعار في مصر كلها تزيد بسرعة رهيبة. أزمة إيفر جرين. السفينة اللي وقفت في قناة السويس سنة 2021 إيفر جرين، لما تعطلت أسبوع واحد بس 400 سفينة تانية تعطلت بسببها، واتأخرت شحنات مهمة جدا زي النفط والغاز والبضائع الإلكترونية والمواد الغذائية. العالم كله خسر حوالي 60 مليار دولار في أسبوع واحد بس، وده معناه حوالي 10 مليار دولار خسارة يومية. الحادثة دي خلت شركات كتير تعيد التفكير في أهمية قناة السويس، وأكدت قد إيه قناة السويس كانت جزء أساسي من استقرار الاقتصاد العالمي. الحلول العملية علشان نحافظ على قناة السويس. مصر لو طورت القناة والمنطقة الاقتصادية حواليها ممكن ترفع إيرادات القناة ل 13 مليار دولار، وكمان توسيع القناة وزيادة العمق ممكن يسمح لسفن أكبر بكتير إنها تعدي، وده هيزود قدرة القناة لحوالي 120 سفينة يومياً، وده معناه دخل إضافي وفرص عمل أكتر لمئات الآلاف من المصريين. كمان لازم مصر تستغل القناة بشكل أكبر وتعمل مناطق صناعية متخصصة على جوانبها زي مصانع السفن ومراكز صيانة كبيرة للسفن العابرة، وتوفر خدمات تزويد بالوقود والمؤن بشكل تنافسي، وده هيخلي القناة مركز لوجستي عالمي متكامل وجذاب لكل الشركات. علشان نحافظ على قناة السويس ومكانتها العالمية لازم مصر تطورها باستمرار وتزود استثماراتها في البنية التحتية للقناة والمنطقة الاقتصادية حواليها. يعني مثلا نوسع القناة ونطور الموانئ اللي جنبها، ونقلل من الرسوم علشان الشركات تفضل تعدي منها. كمان ممكن نعمل اتفاقيات دولية كبيرة مع دول زي الصين وأوروبا علشان نضمن إن السفن بتاعتهم تفضل تعدي من عندنا. ومن ناحية التكنولوجيا لازم نستثمر أكتر في التقنيات الحديثة اللي تخلي إدارة القناة أسرع وأسهل، وده هيشجع الشركات العالمية إنها تفضل تستخدم قناة السويس بدل أي طرق تانية. في النهاية أنت شايف إيه؟ هل قناة السويس هتفضل قوية زي ما هي؟ ولا المشروع الجديد ممكن فعلا يهددها؟ وإيه اللي ممكن نعمله أكتر علشان نحافظ على القناة ونضمن مستقبلها الاقتصادي؟ اكتب رأيك في التعليقات وخلينا نعرف تفكيرك. بس كده، لو لسه بتتفرج لحد دلوقتي شكرا إنك كملت معانا لآخر الحكاية.
لو عجبك التقرير ما تنساش اللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد. نشوفك في الفيديو الجاي. سلام. انت مين؟ تقول على مصر احنا انتصرنا على مصر، تنتصر مين؟ اقسم بالله لو تشيل بس الحدود يدش عليك الجيش المصري هي ساعتين. فراعنه هذول. قسما بالله اللي هيقرب لها لأشيله من فوق وش الأرض. ارضي وانا حر ولا تلومن الا انفسكم. عيب تتعاملوا مع ناس كبار.